هعمل النهارده الجلاش بتاع المحلات بقرمشه وطعم وريحه مفيش بعد كده ما شاء الله. هيطلع معاكم مورق وطعمه تحفه. نبدا الوصفه ونسمي الله. بجيب صينيه كده مدهونه حبه من الزبده، معلقه كده من الزبده. بجيب عندي لفه الجلاش ونص بره ونص جوه زي ما انتم شايفين كده، تمام. التشريبه اللي بشربها بيها دي سايبها لكم على فيديو شورت على القناه. هي دي اهم حاجه في الوصفه، هي دي اللي هتفرق في الجلاش وهتخلي الجلاش ريحته وطعمه كانكم بسم الله ما شاء الله حاجه كده جايبينها من بره، كانكم بتاكلوا فطير، حاجه كده مميزه مش اي جلاش عادي. التشريبه بتفرق في طعم الجلاش جامد، تمام. ما بين كل ورقه وورقه بدهن طبعا كده بالتشريبه اللي انتم شايفينها، وبحط نص بره، نص الورقه بره ونصها جوه. باجي كده في النص بحط ورقتين في بعض زي ما انتم شايفين كده. هنا معصجه لحمه مفرومه بصلايه وقرن فلفل احمر، بوزعها كده في قلب الصينيه زي ما انتم عارفين. وبحط بقى ايه حبه جبنه موتزاريلا او اي نوع جبن انتم حابينها. وباجي الف بقى ايه، بجيب اي ورق عندي متقطع، اي ورق عندكم في لفه الجلاش متقطع بنحطه كده في النص، كده كده مش هيبان في الوصفه خالص. وبدهنه كويس بالتشريبه اللي احنا عاملينها، تمام. بدهن كده كويس قوي. اهم حاجه ما بين كل رق ورق بدهن، عشان ده اللي هيطلع لي الجلاش هيطلع معاكم مورق وريحته حلوه ما شاء الله. بدهن كويس قوي كده ما بين كل ورقه وورقه. بعد كده برجع بقى واخد واحده واحده بقى اللي انا سايباهم بره دول، وبرجعهم واحده واحده للصينيه وبلفهم كويس قوي كانك عامله كده فطيره. وبسيب ورقتين كده على جنب، دول اللي هغلف بيهم بقى ايه الصينيه بتاعتي كده من فوق. هغلف بيها الصينيه كانها ايه ما شاء الله كده عامله زي الفطير بالظبط. تلت ساعه واولع الشوايه تطلع بالشكل القمر ده زي ما انتم شايفين. لو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه.